بمناسبة دخول المدارس والعيش الفينو أساسي لسندوتشات الولاد، وكتير مننا بيجمد العيش الفينو في الفريزر عشان يبقى موجود دايما في البيت. في الفيديو ده هقولك الطريقة الصح لفك تجميد العيش الفينو في الميكرويف وفي القلاية الهوائية. وقبل أي حاجة، عشان تحفظي العيش لمدة طويلة في الفريزر لازم تكوني جايباه طازة وتسيبيه يبرد خالص، لأن خطر جدا إنك تعينيه وهو سخن في الأكياس. لما يبرد خالص بحطه في الكيس واقفله كويس وعينه في الفريزر، ولما بطلعه بيكون متجمد زي ما انت شايفه. لو ما عندكيش مايكرويف او قلايه هوائيه وعايزه تفكيه، بتطلعيه من بدري شويه وتسيبيه على الرخامه، هيفك لوحده وهيبقى زي الطازه بالظبط. لكن لو عندك مايكرويف ومستعجله وعايزه تفكيه بسرعه، هقولك الطريقه الصح لفك تجميد العيش الفينو او اي نوع عيش. باختصار، الميكرويف بيشتغل بنظام الموجات، بتقوم بتسخين جزيئات الميه اللي موجوده جوه العيش او الاكل اللي بتسخنيه. عشان كده جزء من الميه دي بتتبخر، فالحاجه اللي بتسخنيها بتنشف منك. وعشان تتجنبوا ان العيش ما ينشفش في الميكرويف، بتحطوا جنبه كوبايه فيها ميه. الحركه دي انا ما بحبهاش خالص وبحسها خطر، خصوصا لو في اطفال بيستخدموا الميكرويف. انا عندي طريقه بسيطه وسهله جدا. هتجيبي بخاخه زي دي وتغسليها وتعقميها كويس جدا، حطي فيها شويه ميه. اي حاجه عايزه تسخنيها في الميكرويف، عيش او اي نوع اكل تاني، هتستخدميها بختين بس كفايه، والاكل هيطلع معاكي زي الطازه بالظبط ومش هينشف منك ابدا. الطريقه دي افضل كتير من الطريقه القديمه بتاعه الكوبايه اللي فيها ميه. ودلوقتي هنفك تجميد العيش الفينو بالطريقه اللي قلت لكم عليها. هرش عليه ميه بالبخاخه بالشكل ده، وهشغل الميكرويف لمده دقيقه عشان العيش هنا متجمد وخارج من الفريزر. لكن لو انت عندك عيش بايت وعايزه تسخنيه بس، هياخد 30 ثانيه وهيطلع بالشكل ده. اعتمدي الطريقه دي لتسخين اي اكل. حطي دايما بخاخه الميه جنب الميكرويف. لو ما عندكيش ميكرويف وعايزه تستخدمي القلايه الهوائيه في تسخين الاكل، السؤال ده دايما بتساله، الاير فراير ممكن تغنينا عن الميكرويف؟ هقول لك رايي في اخر الفيديو. ودلوقتي هقول لك ازاي تفكي تجميد العيش الفينو في الاير فراير. انا برضو رشيت العيش ببخاخه الميه عشان ما ينشفش مني، وهظبط الوقت 4 دقايق على درجه حراره هاديه، 140 او 150 بالكتير، ما تزوديش عن كده. لو عليتي درجه الحراره عن كده مش هيتفك تجميد العيش بس، لا هيطلع محمص ومش هينفع خالص للسندوتشات. تعالوا نشوف شكله ايه بعد ما المده خلصت. انا عايزه اقولك ان ريحه العيش كانك واقفه في مخبز او بتخبزي عيش في البيت ولسه طالع من الفرن طازه. العيش من بره عليه طبقه كده مقرمشه، ومن جوه طري جدا. بجد تسخين العيش او فك تجميده في الاير فراير ابهرني بجد. والوقت طبعا ممكن يزيد او يقل حسب كميه العيش اللي انت حطاها، لكن الحراره ما تزوديش عن 150، ولو اقل يبقى افضل كمان، عشان الطبقه اللي بره المقرمشه دي ما تكونش محمصه قوي ومن جوه يكون لسه متجمد. تجربه فك تجميد العيش في الاير فراير طلعت ناجحه جدا وعجبتني. ولو انت عايزه تسخني العيش بس، برضو رشي عليه بالبخاخه بتاعه الميه، واظبطي الوقت على دقيقه او 2 بالكتير، ونفس درجه الحراره الهاديه عشان ما ينشفش منك. ودلوقتي هقول لكم رايي، القلايه الهوائيه تغني عن الميكرويف ولا لا؟ القلايه ممكن تستخدميها في التسخين، وفي اكلات لما سخنتها في القلايه طلعت احلى وكريسبي اكتر. وممكن تستخدميها كمان في فك التجميد زي ما فكينا النهارده تجميد العيش في الاير فراير، لكن ما تغنيش بشكل كامل عن الميكرويف، حتى لو فيها زرار مكتوب عليه فك التجميد، لان هي كده كده بتفك التجميد بالحراره، يعني زيها زي الفرن. وفي بعض المجمدات غلط ان احنا نفكها بالحراره. ده غير ان الميكرويف اسهل واسرع في الاستخدام لتسخين اطباق الاكل والقوارب، وساعات بحط صواني بايركس فيه، وكمان اسهل لو بيستخدموا اطفال او شباب. الميكرويف بالنسبه لكتير مننا بيعتبروه جهاز اساسي في المطبخ، لكن لو ما عندكيش تقدري تستخدمي القلايه عادي في تسخين بعض الاكلات. وطبعا كل حد فينا بيحدد أهمية الأجهزة حسب استخدامه ليها وحسب إيه اللي بيريحه أكتر. أنا الحمد لله الاتنين عندي وبحبهم جدا وما أقدرش استغنى عنهم، لكن طبعا مش شرط يكون عندك الاتنين. كل جهاز فيهم ليه استخداماته ووصفاته. انت اختاري الحاجة اللي مناسبة ليكي ولاحتياجاتك. وهتلاقي عندي قائمة تشغيل وصفات الاير فراير وقائمة تشغيل وصفات الميكرويف، هسيبهم لك في شاشة النهاية وكمان في صندوق الوصف. ولو عجبك الفيديو متنسيش اللايك، واكتبي لي في التعليقات ايه الأهم عندك، الميكرويف ولا الاير فراير. واشوفكم على خير في فيديو جديد بإذن الله.